السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بقى النهاردة هنشرح الويلدد كونكشن لأجزاء التراس. طيب هو دلوقتي الأول ده الوصلة بتاعتنا هتبقى ده شكلها. طبعا احنا عندنا اللحام بيتحط هنا واللحام بيتحط هنا. شكل اللحام بيكون لو أنا عندي مثلا وان انجل بالشكل ده كده، تمام، وعندي بليتة بالشكل ده كده، خلاص. فانا بلحم هنا، بحط الحام هنا وبحط الحام هنا. اللحام وليكن ده بطوله ده بنسميه L1، والطول اللحام دوت بنسميه L2. لو عندي برضو انجل بالشكل التاني ده يبقى كده بحط برضو لحام هنا فوق والحام هنا تحت، بحيث ان انا بلحم الانجل دي بالبليتة اللي عندي دي. تمام يا باشمهندس؟ يعني انا بحط لحام هنا، تمام، بالطول ده كله مثلا، بطول البليتة، وتحت برضو من تحت بحط لحام هنا، وهنا برضو نفس الكلام، لحام هنا ولحام من تحت، وهنا برضو نفس الكلام، وهنا نفس الكلام. هنا يبقى فيه لحام بالطول ده كله، وهنا هيبقى فيه لحام برضو، وهنا نفس الكلام، لحام والحام. يبقى اللحام على طول الانجل. عندنا لحام L1 لاننا حطينا لحامين، ولحام L2. لو حبينا ننزل ونشوف بقى اللحام بيتكلم عن ايه. ده شكل اللحام اهوت، ده شكل اللحام اهوت، بيبقى موجود بالشكل دوت. خلاص. طيب اللهم صل وبارك. لو نزلنا تحت، طيب اللحام ده بيبقى شكله اهوت. ده اللينس اوف ويلد، ده طول اللحام اهوت، وده طول اللحام. ده طول لو يكن L1، لو يكن ده L1 هيكون دوت L2، بيرتبط مع البليتة. تمام. ننزل تحت ونشوف L1 عبارة عن ايه. خلاص. طيب نخلي بالنا بس من المينيمم سايز. المينيمم سايز كام؟ المينيمم سايز 5 سنتي، والماكسيمم سايز كام؟ 70 سنتي. دي اهم حاجة نخلي بالنا منها. طيب لو نزلنا تحت ونشوف كده يا باشمهندس اللحام عبارة عن ايه. لو حبينا نشوف كده هنلاقي يا باشمهندس ان اللحام خد كده عبارة عن بيم، طلعها بره، ادي البيم اهو. واللحام نتيجة في فورس هنا اللي هو الفورس المتولدة على الانجل، اتولد عندي F2 و F1. لو خدنا سمشن المومنت هنا، المسافة دي كلها يا باشمهندس المسافة دي كلها يا باشمهندس هي طول الزاوية كلها. تمام. والمسافة من هنا لهنا يا باشمهندس مقدارها والمسافة من هنا يا باشمهندس من هنا عبارة عن كلها ناقص فانا لو حبيت اخد سمشن المومنت مثلا عند القوة دي، هنقول كلها مضروبة فيها يا باشمهندس واحد، هتساوي مضروبة في واحد، هتساوي ناقص مضروبة في ناقص مضروبة في معنى كده لو انا عايز اطلع ان واحد، تمام، واحد يا باشمهندس هنا بقى هتساوي واحد هتساوي ناقص على في ناقص على مضروبة في ده كله مضروب في تمام كده. يبقى انا كده طلعت واحد يا باشمهندس. لو عايز اطلع اتنين، اما اخد سمشن المومنت هنا، او ممكن اقول ان ناقص واحد هيدينا اتنين على طول. ماشي. طيب وده نفس الكلام. هننزل بقى يا باشمهندس ونشوف اللحام هنا بقى عبارة عن ايه. لو نزلنا اهو قال لك واحد اتنين، قال لك واحد عبارة عن في ناقص على يا باشمهندس. تمام. وادي اتنين، او ممكن اطرح معايا دلوقتي ومعايا واحد، اطرح من واحد يديني اتنين على طول. طيب دلوقتي الاسترس عندنا بيساوي قال لك الاسترس يا باشمهندس عبارة عن 0.72. طب جت منين 0.72 دي؟ اللي هي عبارة عن 0.2 في الالتيميت للبليت، اللي هي عبارة عن كام؟ 3.6. يبقى 0.2 في الالتيميت للبليت اللي هي هيدينا كام؟ 0.72. ده الاسترس عبارة عن فورس على اريا، وليكن الفورس هي F1 على الاريا للحام. طب الاريا للحام عبارة عن اللي هو طول اللحام مضروبة في في السايز. يبقى طول اللحام في السايز بتاعه
ماشي، مضروب في الايه في 2 دي لو 2 انجل، اما تضرب في 1 لو 1 ايه انجل. بقى اصبحت بالشكل ده. ده كله هنساويها بوينت كام يا باشمهندس؟ ببوينت 2/10 في الاف التيميت للايه للبليد. تمام. معنى كده لو انا عايز اجيب يا باشمهندس معنى كده لو انا عايز اجيب يا باشمهندس ال1 خلاص، يبقى طرفين في وسطين، هيبقى مقدار ال1 اللي هي اللي تحت دي بقى مضروبة في الاس مضروبة في الان اللي هي بقى العدد الانجلز مضروبة فيها ايه يا باشمهندس اهوت في بوينت 2/10 في الاف التيميت للايه للبليد. ده كله هيساوي ده في ده كله هيساوي الاف1. طب انا عايز اجيب ال1 ماشي اللي هو طول اللحام الاول، يبقى ال1 بقى يا باشمهندس عبارة عن ايه؟ ال1 يبقى ال1 ال1 ده يكون عبارة عن ايه؟ الاف1 اللي هو ده كله على المقدار ده كله، وتجمع عليهم زائد بوينت 2/10 الايه؟ السايز يا باشمهندس اهوت. ده كل الكلام اللي احنا قلناه. وقال لك السايز بتفرده من 5 ل6 مللي، عادة بناخده 6/10 مليمتر. وده كله بعد ما اجيب ال1 واجيب ال افكت اجمع عليهم 2 الايه؟ السايز يا باشمهندس. خلاص، يبقى احنا كده جبنا الاف1 خلاص، وجبنا الاف2 من خلالها جبنا ال1 وجبنا ال2. طيب، وهنا برضو شرح بالتفصيل هنا اهوت. هننزل تحت. الكلام اللي احنا قلناه كله اهو يا باشمهندس. طيب، ده البليته بتتعمل عليه على اساس اللحام. والله طالع معايا ال1 كان بالطول ده كله خلاص، والال2 وليكن بالطول ده كله، ال1 بالطول ده كله، والال2 بالطول ده كله، والال1 بالطول ده كله. تمام، والال2 بالطول ده كله. خلاص. طيب، اعمل ايه يا باشمهندس؟ كان طالع معايا ال1 بالطول ده كله وال1 بالطول ده كله، ده ال2. بمسك اوصل البليته من الكبير كده، اجي من اللحام الكبير واوصل بيه البليته، لان مش المنطق ان انا اوصل بين الصغير، ولو وصلت بين الصغير اللحام ده اللي هو الجزء اللي فوق ده هيتلحم بايه، فانا لازم امشي من الكبير عشان ده يتلحم في الايه في البليته. خلاص، يبقى احنا كده فهمنا السايز، فهمنا الويلدد هو عباره عن 4 معادلات، بطلع ال1 وال2. تمام. نخش بقى في الايه في الشيت بتاعنا. ده الشيت اللي هو الويلدد كونكشن اللي احنا كنا مصممينه قبل كده، او ده بتاع الانجل اللي احنا كنا مصممينه قبل كده. طبعا دلوقتي انا مش عايز الايه مش عايز اللمبه او البلات، ومش عايز ال امبلان برضو نعمل لها ديليت، ومش عايز انا اللي انا عملته ده هندلته، وهنا برضو هندلته، والكمبريشن فورس والكلام ده. لو انا مثلا مسحت دي او ممكن نعمل كنترول زد نسيبها زي ما هي. لو مسحت دي ماشي مفيش مشاكل، ونمسح دي برضو ديليت. هنيجي هنا بقى نعمل الايه شيت الاكسل بتاع الايه اللحام وتصميم اللحام. طيب دلوقتي يا باشمهندس انا عندي ايه؟ انا عندي دلوقتي الايه. تمام، الايه دي بسنتيمتر. تاني حاجة عندي الاي دي برضو بالسنتيمتر. تاني حاجة ان عدد الانجلز. تمام، والاف التيميت للايه للبليت يا باشمهندس. طيب، جبنا الاف التيميت للبليت. هفضل عندنا ايه يا باشمهندس؟ نقول فاضل عندنا الاف1، فاضل عندنا بعد كده الاف 2. فلو قلنا الاي دي عباره عن كام؟ 9 سم يا باشمهندس. والاي بتاعتها افتح انا الجدول اهو قدامي. الاي بتاعتها بالسنتي بتاعت الزاويه 90 في 9 عباره عن 2 بوينت كام؟ 54. تمام. طيب، والان ده لور وابر كنا واخدينه 2 انجل، والاف التيميت للبليت لحد 37 3.6. طيب، الاف 1 عباره عن ايه؟ الاف 1 عباره عن انا ممكن اقول الاف اول حاجه الاف مثلا الاف توتال مثلا، او الاف او الفورس ماكس اللي هو الاكبر فورس بقى، الفورس ماكس او الماكس فورس هو الاكبر. خلاص، الماكس فورس عباره عن ايه؟ الماكس فورس دي بقى هنقول مثلا يساوي تمام الماكس، او ممكن اقول الاول يساوي الايه يساوي الاي بي سي. تمام، الاي بي اس سوري اللي هو الابس. افتح قوس. تمام، خد الايه خد القوه السالب دي واقفلها كده، هتحولها لك لموجب.
وبعد كده تعالى هنا نخليها الايه، تقول لي الماكس، بعد كده افتح قوس دي وروح جاي عامل لي ايه كوما وتختار لي دي واقفل ده كده وقول لي انتر. بقى كام؟ 9 بوينت الفورس ايه ماكس. طيب الاف دي بقى تبقى الايه الاف 1 تمام، ودي الاف ايه ودي الاف 2، وبعد كده نطلع ال 1 وبعد كده نطلع ال ايه 2. ادي الاف 2 سوري اهيت، ادي الاف 2. طيب الاف 1 عباره عن ايه؟ لو فتحنا الجدول حبينا نشوف الكتاب وحبينا نشوف، قال لك الاف 1 عباره عن الاي ناقص الاي على الاي في الاف 1، الاي ناقص الاي. طيب لو قلنا يساوي الاي، فين الاي؟ ادي الاي ناقص الاي واقفل بقوس واقفل بقوس الاي ناقص الاي على يا باشمهندس الاي واقفل ده كله الاي ناقص احنا قلنا ايه اهو يا باشمهندس الاي ناقص الاي، خلاص الاي ناقص الاي على الاي يا باشمهندس ماشي، مضروب ده كده كله مضروب في الفورس. هناخد ده كله ونروح جايين عاملين فيه الفورس دي ونقول انتر ماشي. وهنتأكد طبعا من الأرقام في الآخر إننا نشوف إيه مسألة محلولة ونتأكد منها. بما إن دي معادلة فهنديها اللون ده مثلا، ودي معادلة فنديها اللون ده كله خلاص. طيب الاف 2 هقول يساوي الاف 1 أو الماكسيمم فورس اللي هي الاف اللي عندنا ناقص اللي هي الاف ايه 1، قول له انتر. يبقى ده الاف 1 وده الاف 2. او لو انا عايز اجيب سمشن المومنت عند الايه الاف 1 واجيب الاف 2 مفيش مشاكل، زي ما انا خدت سمشن المومنت عند الاف 2 وجبت الايه الاف 1. هنطلع يا باشمهندس ال 1. ال 1 بقى قلنا عباره عن ايه؟ ال 1 عباره عن الاف 1 اللي هي هنقول يساوي عباره عن الاف 1 ماشي، دي الاف 1 على افتح قوس يا باشمهندس الايه بقى الان مضروبه في الاي سوري الان مضروبه في السايز. احنا ما عملناش واحده للسايز، ما علينا، في 0.2 نعملها دلوقتي في الاف التيميت للبليت. واقفل القوس ده دلوقتي واعمل انتر، ونيجي هنا نعمل ايه انسيرت ونعمل هنا الايه السايز يا باشمهندس السنتيمتر، واقول هناخد السايز ببوينت كام؟ ب0.6. نفتح القوس دوت ونروح نقول له هنا ايه في الايه في السايز يا باشمهندس، وتقول لي إيه انتر. وبعد كده نفتح القوس ده تاني ونقفل ده كله ونقفل ده كله ونجمع عليه زائد الايه زائد البوينت كام 2 مضروبه في الايه في السايز. هو لا سوري، هو المفروض 2 السايز، نجمع عليهم 2 السايز انتر. تمام نجمع عليهم 2 السايز منين اهو، نجمع عليهم 2 السايز كده. جاب ال 1 نجيب ال 2. طيب ال 2 طيب ال 2 عباره عن ايه يا باشمهندس؟ هنقول يساوي ال 2 فدي عباره عن اللهم صل وبارك ال برضو هتبقى الفورس، بس بقى ال 2 هتبقى ايه اف 2 صح. ادي اف 2 على لازم تفتح قوس لما تيجي تقسم. طيب الايه السايز ماشي مضروب في الان او الان في السايز في 0.2 في اف التيميت للبليت. واقفل ده كله واقفل ده كله وده كله زائد 2 مضروبة في السايز يا باشمهندس اللي هو دوت، وتقول لي انتر هو يعمل لك القوس. تمام. هنتأكد برضو من الكلام ده. احنا قلنا ايه الاف 2 ان بنجيب ال 2 على الان ماشي في الاس في 0.2 تمام في الايه في الاف التيميت للبليت زائد 2 السايز 2 في ايه السايز، وده كله اتقفل. تمام. هنتأكد برضو منهم في الاخر ونجيب ال 1 مينيمم السنتيمتر ماشي. طبعا ده المينيمم عبارة عن ايه؟ قلنا 5 ايه سنتي. طيب والال ال 2 نقول كابيتال ال 2
عبارة عن ايه بقى يا باشمهندس؟ 70 السايز، فلو قلنا يساوي 70 في السايز اللي هو بكام؟ ب0.6. فين السايز؟ ادي السايز، انتر، يبقى 42 سنتي. ده ال2 ايه ماكس. خلاص، وطلع ال1 ايه، ال1 بقى ايه اللي هو الاكشوال بتاعنا، والال ايه 2 اللي هو برضو الاكشوال ايه بتاعنا. خلاص، يبقى ال1 هنا هناخده 10 سنتي، والال2 بقى اصبح بكام؟ ب5 سنتي، وما ينفعش يقل عن كام؟ 5 سنتي. وده كله بما انهم ايه اوتبوت. خلاص كده يا باشمهندس. احنا كده دخلنا المعادلات. نبدأ بقى نتأكد من اللي احنا عملناه ده صح ولا غلط. هنفتح اي مسألة محلولة من هنا. شوف اي بس مسألة محلولة. تعال نشوف دي. قال لك الفورس ب23 طن. تمام. تمام، الفورس ب23 طن، وخد السايز بنص ايه سنتي. يبقى السايز هنا، تعالى، السايز هنا بكام؟ بنص. ده اول حاجة. خلاص. طيب، و80 في 80 في 8، يبقى الانجل دي 8. الاي بتاعتها بكام؟ 2.26. نيجي هنا ونعمل 2.26. خلاص، و 2.26 والسايز بنص، والان 2 انجل ولا 1 انجل؟ هتبقى الان ايه 2 انجل. تمام. فين 2 انجل؟ تعال نخليها 2 انجل دلوقتي. هو ايه؟ يبقى 2 انجل. طيب، بعد كده الايه 2.26، ونشوف بقى الفورس 23 طن. طيب، الفورس هنا هنعمل الفورس الماكسيمم فورس. احنا طبعا عاملينها معادلة، مش عايزين نمسح المعادلة دي، فهنضطر نعمل بس انسرت حاجة كده صغيرة، ونعمل هنا 23 وهنمسحها ايه تاني، بس نتأكد ان المعادلة بتاعتنا ايه صح. فهنيجي هنا بدل ما هي الماكسيمم فورس، او ماشي ما علينا، ممكن ندلتها وبقى نعملها تاني مفيش مشاكل، ونخليها بوينت، ونخليها كام 23. او ممكن اعمل حاجة حلوة، بدل ما العب في دي وبما انها معادلة انا عاملها، اجي هنا اخلي التنشن مثلا دي كام 23. اوريدي هو هنا ياخد كام 23. خلاص. بعد كده هيطلع بكام بقى؟ قالك 16 ونص. الاف واحد طلعت بكام؟ 16 ونص. ماشي. والاف 2 طبعا طالعة ب6 ونص. ال واحد طالع، ال واحد هاتلي ال واحد. فين ال واحد؟ ده الاف واحد والاف 2 احنا طلعناهم صح. طيب، هاتلي بقى ال واحد 22.9. ال واحد طلع 23.9 اهو 23.9. ال 2 ال ده كده ال واحد اكشوال. ال 2 بكام؟ تقريبا ب 11 كام؟ ب 11 سم، بس هو مقربها. يبقى احنا هنيجي هنا بقى طبعا ونقول له كام دي. هتبقى 3، تبقى 16 ونص، قول 17. تمام. ودي يبقى اطلعها كام 11. يبقى ده طول اللحام اللي عندي. يبقى الشيت بتاعنا صح. نرجع تاني نعمل كنترول زد، كنترول زد، كنترول زد. خلاص، لحد بقى ايه ما اجيب ديليت كده. احنا جبنا وهنا كانت 2. يبقى انا اتأكدت ان الشيت بتاعي ايه صح، واللي انا عملته ده كان صح. ونشيل دوت ودوت كان 9. وهنا الانجل ممكن ناخدها بوينت نص، او ممكن ناخدها بوينت 6. السايز بتاعنا ممكن نخلي السايز بوينت نص، مش هتفرق معانا، ما هو بتروح من بوينت نص لبوينت 6. وهنا اف التيميت والماكسيمم فورس، والاف واحد وطلعنا الاف 2 والال واحد والال 2 والكلام ده كله. الال واحد طلع بكام؟ بحوالي 11 سنتي. تمام. والال 2 طلع تقريبا برضو ب5. لو عملنا دي ببوينت 6، الاختلاف بقى 9، بقى دي برضو ب10 ودي ب5، فاحنا خليه بوينت 6 وايه وخلاص. ايا كان مش هتفرق معانا. والانجل دي ب8. وطبعا هنا بوينت اللحام ثابت، هنثبته بوينت 6. وكده كده كله تو انجل 3 بوينت كام 6. طبعا ده كده يا باشمهندس ايه، هناخد ده كده وننزل بيه لحد الاخر.
تمام. بس خلي بالي لو عندي مثلا ايه زوايا مختلفة ولا حاجة، بما ان ده كله ثابت ايه لكله، نيجي هنا بس يا باشمهندس الايه التمانية دي لحد هنا كده ولحد هنا كده، لان عندي 70 في 70 في 7، فانا لازم اجي هنا 70 في 70 في 7، فالموضوع يختلف فيبقى 7 هنا. تمام، مش 70 بقى في 70 في 7. خلاص ده كده يبقى 70 في 70 في 7 وده هيبقى ثابت لحد 80 في 80 في 8، وبان ده 70 في 70 في 7. لو بصيت كده هبص على 70 في 70 في 7 هلاقي ان الاي بواحد بوينت كام 97، الاي بواحد بوينت 97، واروح جاي واخدها لحد الاخر. تمام كده، وابقى اظبط انا الشيت مع نفسي ايه كده في الاخر. اروح جاي مثلا حاجات الزياده دي ملهاش لازمه، اروح جاي مثلا ايه مسحها كده. تمام، واجي هنا برضو واروح جاي ده كله اهو يا باشمهندس. تمام كده. طبعا ده كله مش هينفع اللي انا عملته ده في اخر اتنين، لان اخر اتنين دول انا بدخلهم بايدي، تمام، بس هنشيلها خلاص وندلع. تقول لي ملوش لازمه كده، هنروح جايين ايه مدلتين يا باشمهندس. هنيجي مثلا من اول هنا ونروح جايين واخدين ده كله ايه مدلتينه. تمام كده، ونبدأ احنا نظبط الشيت بتاعنا بقى ايه. يعني حاجات زي كده مش عايزينها فاحنا ممكن نشيلها ديليت. خلاص يا باشمهندس، حاجات زي كده مش عايزينها هندلت خلاص، ونبدأ نظبط الايه الشيت تمام. انا ظبطتهم. نخش بقى هنا والله كان طالع معايا هنا 5 ناخدها 6، وهنا كان طالع 2 ناخدها كام 5، هنا والله كان طالع كام واحد كان طالع 3 ناخدها هناخدها هنا كام 5، وهنا كان طالع معايا كام هناخدها برضو 5، هنا نفس الكلام 5 5، وهنا 5 5 عشان ما يقلش عن المينيمم، هنا 6، هنا 5، وهكذا يا باشمهندس بقى ايه. هنا مثلا 7، هنا كام 5، هنا 7، هنا 5، هنا 5، هنا 5 5 5 5 5 7 5. تمام، هنا 8، هنا 5، هنا 8، هنا كام يا باشمهندس 5، هنا 9، هنا 5، هنا كام هنا 9 برضو، هنا كام 5. خلاص كده احنا طلعنا ال L1 وال L2. ممكن مثلا ايه لو انت مثلا كده ممكن تديهم ايه لون او اي حاجة انت عايزها وعشان بس تعلمهم، او ممكن احنا ايه نعلم دي عموما وخلاص. وهنا برضو كذلك. كده احنا خلصنا يا باشمهندس الايه اللحام. المفروض بقى ايه يا باشمهندس، احنا كده صممنا التراس اللحام للتراس كله، وصممنا احنا كده صممنا اللحام للتراس كله، وصممنا برضو الايه المسامير للتراس كله. طب انا هشتغل على ايه المفروض يا باشمهندس؟ شايف انت الجزء اللي انا حاطط عليه مستطيل دوت هو والجزء برضو دوت الجزء دوت يا باشمهندس والجزء دوت والجزء دوت هما بس اللي بيتعملوا مسامير، والباقي كل اللي في النص ده بيتعمل ايه لحام يا باشمهندس. تمام، بس انا اللي هعمله في الدورة بتاعتنا ان شاء الله هعمل التراس كله مسامير عشان هو الاصعب، بس احنا عرفنا دلوقتي ان اللحام بيتعمل ازاي. تمام. لو جينا نشوف حاجة كده جاهزة هنلاقي برضو الحاجات الجاهزة هنا اهيت اهو. هنا بيقول لك برضو ده ايه لحام، يعني شوف كل اللي جوه ده كده معمول ايه لحام. دوت بقى لك الحريه انك الجزء ده لك الحريه تعمله مسامير او لحام، والجزء ده يفضل برضو انك تعمله ايه مسامير او لحام، بس يفضل انك تعمله مسامير، والجزء ده برضو يفضل انك تعمله مسامير. يبقى احنا كده فهمنا الدنيا فيها ايه. تمام زي ما انت شايف كده كله ايه معمول لحام. خلاص
طيب يبقى احنا كده خلصنا ان شاء الله اللحام، ونبدأ بقى المحاضرة الجاية نشوف هنعمل الوصلة بقى اللي هي بين المين تراس والايه والكولوم، وهنا برضو بين المين تراس والكولوم. يبقى احنا كده ايه، ولسه نخش بعد كده نعمل ريجيت كونكشن ونشوف هنعمل ايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.